انا راجل ومعايا ستات. راجل ستات، ما انا راجل ومعايا ستات. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ. ها اخبار الشغل ايه؟ كله تمام يا استاذ دوله، والحمد لله ما فيش ولا زبون هوب ناحيتنا النهارده. الحمد لله ان انت جيت عشان انا كنت مستنيك من الصبح. مستنيني ليه؟ عايز ايه؟ معلش يعني بعد اذنك تقف مكاني 5، عايز اروح مشوار بسرعه واجي. مشوار ايه ده يا اخويا اللي انت عايز تروح على الصبح ده؟ ده خاوت دماغي من الصبح يا استاذ دوله، عايز يروح السيرك اللي فتح جنبنا عشان يتفرج عليه، وقال ايه؟ عايز يروح السيرك. ما هو خلاص سيرك واحد. سيرك ايه اللي انت تروح يا دي اهبل يا تسيب شغلك وتروح سيرك؟ سيرك ايه يا لا يا استاذ دوله، السيرك ده فن، شكلك كده ما رحتوش قبل كده. يا ابني؟ انا اضيع وقتي في كلام فارغ من ده؟ اروح سيرك واسيب شغلي؟ لا 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 لا، انت غلطان يا استاذ دوله، لازم تروح تشوف الراجل اللي بيضرب الاسود بالكرباج والاسود بتخاف منه، ولا البلياتشو يا استاذ دوله، البلياتشو هو بيقعد يعمل حركات كده بيموتني بالضحك، ولا سوسو بقى اللولبيه بتلف التعبان حوالين وسطها بتقعد ترقص كده. سوسو مين يا ده يا رجوز يا انت وهو؟ خش شوف شغلك يالا. سيرك ايه يالا؟ احنا عندنا شغل، بطل عبط. مساء الخير. مساء النور. الله، ده انتوا عاملين مؤامرة عليا بقى. ايه السيرك جه هنا ولا ايه؟ بلياتشو جاي اكيد بقى حضرتك تاخد الاراجوز معاك. حضرتك بتكلمني انا؟ لا حضرتك انا بكلم الاراجوز. الو. ايوه يا باشمهندس، انت فين؟ انا من الصبح بحاول اكلمك، تليفونك مشغول على طول. قول لي عملت لي ايه في ديكورات فيلتي بتاعت القاهره الجديده؟ مش معقول كده يا باشمهندس، انا لغايه دلوقتي دافع 2 مليون جنيه ولسه ما استلمتهاش. اوكي، اعتبر ان ده اخر ميعاد يا باشمهندس. ارجوك يا باشمهندس، انا عايز اجرب عربيه الحوت الجديده هناك، ما بعرفش اسوقها في الزحمه. حرام عليك، ده عدادها بيبدا ب 160 كيلو. اوكي ماشي يا باشمهندس، مع السلامه. حضرتك كنت بتقول حاجه؟ كنت بقول لحضرتك تحب يعني عايز ايه تاكل ايه مثلا؟ انا عايز شويه سندوتشات كده، فول على طعميه. معقوله فول على طعميه؟ اتفضل ارتاح. معقوله حضرتك يعني تاكل فول وطعميه زينا يعني؟ لا، ما اصل انا مسافر بره وعايز طعم مصر يفضل في بقى. طعم مصر والفول والطعميه يعني. حضرتك مسافر بره، معقوله هتسافر وتسيبنا يعني؟ معقوله السيرك يفضل من غير بلياتشو ازاي يعني حضرتك؟ اصل جالي عقد عمل في روسيا، هشتغل هناك. ايوه بس روسيا دي تلاقيها حر جدا او برد يعني تلج يعني. حضرتك هتشتغل هناك برضه بلياتشو وكده وتسيب مصر؟ معقوله يعني حضرتك؟ يا ثانيه واحده ولا جهز سندوتشات فول وطعميه، بسرعه يلا، بسرعه وبتنجان وبطاطس، بلاش البايت. حط بطاطس من اللي هو بتاع اول امبارح بس. حضرتك شغلانه البلياتشو دي بتكسب كويس يعني؟ اي شغلانه في العالم لو انت اخلصت لها تديلك ومن وسع. طب حضرتك انا ينفع يعني اشتغل مع حضرتك بلياتشو مثلا؟ يعني اكيد طبعا مش زيك يعني تحت التدريب لغايه ما ابقى بلياتشو كبير. اصل انا نفسي يبقى عندي شقه برضو في التجمع، بس اهم حاجه تكون بتطل على الجناين والبتاع. حضرتك يعني ممكن يعني؟ لعلمك انا ممكن اعلمك وادربك واشغلك مكاني في السيرك، بس المهم ان شغلانه البلياتشو دي مش اي حد يعرف يعملها. قول لي انت تعرف تضحك الناس؟ دمك خفيف يعني. ده انا مسخره حضرتك. طب وعرفت منين ان دمك خفيف؟ حضرتك انا عملت مره تحليل طلع دم خفيف. ما تضحك يا
ايه ده للدرجه دي انا اتقنت المكياج بتاعي؟ يا خرابي ده صوته عامل زي عادل ابني، ما يكونش بلعه ولا ايه؟ يعني الحرام هيبلع عادل ابنك؟ انا عادل ابنك يا ماما. يا ربي يا رب اعمل ايه بس يا ربي اعمل ايه؟ ابن الحيله طلع اكتر. بجد يو يا عادل على السرعتات اللي انت عملتها فينا، ليه خدتنا كده قوي؟ عامل في نفسك كده ليه يا حيله يا هبل؟ يا جماعه انتوا انا مش فاهم يعني حرام هيخش ويقعد يلبس ويعمل كده. انا طبعا عادل وبعدين عامل في نفسي كده عشان ده شغل يا ماما، يعني ده فن موهبه. فن وموهبه ايه اللي توقع قلبي في ركبي؟ امال هتقولي ايه بقى على الفلوس اللي هتقع عليكي من فوق؟ يا حوش الفلوس اللي هتقع عليا من السما اللي مش عارفين موقعها جاي منين. فلوس وذهب ومجوهرات وفلل وعربيات. يا سلوم كومون تو فا فير سا؟ يعني ازاي هتعمل ده كله يا عادل؟ كل ده هيجي ان شاء الله من شغلتي الجديده. يا عم بقالنا ساعة قاعدين جنبك ما تخلص، ايه شغلتك الجديدة؟ هشتغل بلياتشو. بلياتشو؟ يا سلام، يا شغلة البلياتشو دي تعمل كل اللي انت بتقول عليه؟ يا ماما ما تصدقيش كلامه اللي بيخرف فيه دوت، لو كان شغلة البلياتشو بتجيب فلوس ما كانش حد غلب، كانت كل الناس لونت وشها ولبست بلياتشو زي حضرته. مش اي حد يا ماما، ما كانش حد غلب فعلا. البلياتشو ده موهبه، كاريزما. دي الناس هتضربك بالكزم على نفسك. ماشي بعدين انت هتتفرجي وهتعرفي ان اخوك هيبقى اشهر بلياتشو في مصر، وساعتها ما يبقى معاه فلوس هحرمك من الميراث. انه يا ربي انا مش قادره اتخيل نفسي وانا سيده مجتمعات راقيه جوزي يبقى بلياتشو. يا رانيا يا حبيبتي، وساعتها بقى الناس كلها هتشاور عليكي وتقول مرات البلياتشو اهي. يا بابا يعني انت ما فكرتش في منظري لما اصحابي يعرفوا ان انا بنت بلياتشو ويفضلوا يقولوا ياسمين بنت البلياتشو اهي؟ بنت البلياتشو مالها يعني بنت البلياتشو؟ هو دي شتيمه يعني ولا حاجه مثلا تخليكي تتكسفي؟ بالعكس دي حاجه محترمه. حاجة محترمة في ايه؟ ده تخلف. قولي تعرف ايه عن شغلة البلياتشو؟ علامة استفهام كبيرة كده اها، رد. اعرف ايه عن شغلانه البلياتشو؟ يا ماما بصي، شغلانه البلياتشو دي الناس كلها محتاجينها، لان الناس عندهم ظروف مخلياهم متعصبين ومتضايقين، نفسهم حاجه تضحكهم. انا بقى مش بس هضحكهم، ده انا هضحكهم لغايه اما يموتوا بالضحك. يا نجم، والله لو معايا فلوس كنت نقطتك دلوقتي. ايه رايك؟ الهبل اللي بتعمله ده، وانا قلت لك هشغلك في السينما الصامته. يعني ايه مش عاجب حضرتك ولا ايه؟ يا ابني الناس ما بقتش تضحك على الكلام ده، الناس عايزين حركه اكتر، عايزين اكشن. اكشن يعني اعمل بلياتشو كوميدي بس اكشن يعني. طب ولا هيمه ولا ميزو، تعالوا يلا تعالى بقى انا افرجك بقى الاكشن بقى. بص حضرتك، هم الاثنين دول كانهم مساعدين البلياتشو يعني، وموقفهم كده اهو، ورحت انا ايه وهم مش واخدين بالهم. اعمل نفسك مش واخد بالك اهو. بص اهو. اعمل ايه؟ اعمل سيو ما تبوظليش الشغلانه. وقعوا الاثنين. ايه رايك؟ ايه الهبل اللي انتوا بتعملوه ده؟ يعني اتخرجنا من افلام الصامته دي دخلنا في افلام الكرتون. طب حضرتك اعمل ايه؟ قوم يا ابني انت اهو. طب حضرتك ايه رايك اقول لك نكته؟ قول يا سيدي. انا بقى كاني بلياتشو كده اهو داخل على الناس، والناس كلهم قاعدين كده اهو، واقوم داخل على طول اقول لهم ايه على النكته على طول. اقول ايه بقى مثلا؟ هاي مره واحد رخم، لا مش رخم، غلس، يعني ايه بايخ، يعني ايه رخم، واخد بالك؟ فالراجل الرخم ده راح ايه عمال بيكلم واحد صاحبه، بس صاحبه ده مش رخم زي اللي هو الرخم الاولاني اللي هو بيكلمه يعني. فصاحبه اللي مش رخم عمال لاقيه بقى ايه كل شويه بيبص في الموبايل كده، هو مكتوب اسم اللي هو صاحبه الرخم، فمش عايز يرد عليه. فصاحبه الرخم راح ايه بقى عشان هو رخم، راح بعت له رساله وقال له قال لا ما بعتلوش رساله، بعت له مسج وقال له انا اصلا نسيت الموبايل، يعني انا ما بردش عليك عشان نسيت الموبايل في البيت. لا قال له نسيت الموبايل في الشغل، يعني هو ساعتها كان في البيت. حلوه. ايه رايك؟ ايه خلصت؟ خلصت. ايه رايك؟ بايخه. طب اقول لك واحده تانية. مره واحد تاني غير الواحد الاولاني، بس التاني ده ما كانش رخم زي الاولاني، بس هو ايه ساكن جنبه، يعني ساكن جنب الرخم الاولاني بس. لا ارجوك كفايه خلاص، حرام عليكم، انا مش هقضي بقيت عمري وانا بسمع نكت بايخه. المشكله ان انا اتورطت وقلت لهم عليك ووافقوا وبعتوا معايا العقد. ايه ده؟ بعتوا العقد وساكت من الصبح يا راجل؟ فين العقد اللي قمنا عليه؟ اتفضل يا سيدي العقد،
ايه ده؟ بص عشان هو بلياتشو مطلع العقد من الكم. فكروني بعمل الحركه دي. ماشي ماشي ماشي. 20,000 جنيه في الشهر؟ ايه 20,000 جنيه في الشهر؟ ليه؟ ده انا بشتغل ب20 جنيه بس في اليوم. يا ابني دي ارزاق يا ابني، ارزاق ارزاق. هبقى الغيك بعد كده ان شاء الله، هبقى اشوف لك اي حاجه من النقطه، ما تقلقش. نقطة ايه؟ هو انت هتشتغل رقاصة؟ يا عالم يا خلق، اوه شغلانة البلياتشو دي شغلانة محترمة، والله العظيم محترمة. ايوه يا عم، ما قلناش حاجه محترمه طبعا، اكيد محترمه. شرط جزائي نص مليون جنيه لو سبت الشغل. ليه يا عم انتوا بتمضوا مع الحضري؟ عادي جدا، هو ده النظام. اي عقد بيبقى فيه شرط جزائي. ولعلمك بقى انا دافع مبلغ اكبر من كده بكتير عشان يسيبوني اسافر. يا سلام، عشان تسيب السيرك وتسافر. بس اكتر من نص مليون جنيه، يعني ملايين ملايين. امتى بقى يا استاذ ابقى بلياتشو كده ومشهور زي حضرتك يعني، واكسب ملايين بقى، وابني بقى مش شقه، لا فيلا في العمرانيه باذن الله كده، هو على ايه بتطلع على ترعه بتاعي. ادي امضتي يا استاذ، ادي امضتي. تحب بقى اقول لك نكته فوق البيعه؟ لو النبي ارجوك ارجوك. هي دي النكته. لا بلياتشو. السلام عليكم. وعليكم السلام. اوه ماي جاد، عادل كاسكيليا ايه اللي عامل في وشتك كده؟ لا مفيش، ده مجرد يعني تفاعل جماهيري معايا يعني. ده تفاعل جماهيري؟ قصدك انفعال جماهيري؟ لا بالعكس، الجمهور كله كان متجاوب معايا ومبسوطين وبيسقفوا وبيهيصوا. هم العيال الصغيره يعني قعدوا يحدفوني بقى بعلب كنز وازايز ازاز، وواحد منهم حدفني علبة كشري كانت مليانة كشري. طب والحل يا عادل في التجاوب الأطفال مع وشك؟ مش عارف بقى الحل ان هم يمنعوا الاطفال من دخول السيرك. انا مش فاهم ايه اللي بيودي الاطفال السيرك، هو دي لعبة بتاعت اطفال يعني؟ او مثلا يعملوا مثلا زي المشجعين اللي هم الالتراس دول، يفتشوهم قبل ما يخشوا. يا ابني ما تسيبك من الشغلانه اللي هتأثر عمرك دي. ما ينفعش يا طنط، ده ماضي على نص مليون جنيه شرط جزائي، هيدفعهم منين يعني؟ ايوه صحيح. وغير كده كمان يا ماما برضو انا بكسب كويس من الشغلانه دي. افرضي ياسمين بنتي حبيبتي عايزه اي حاجه اجيب لها اللي هي عايزاه. يا سلام يا بابا، انا كنت عايزه منك فلوس عشان صاحبتي عيد ميلادها بكره وعايزه اجيب لها هديه. عايزه تجيبي لها هديه؟ اه طبعا يا حبيبتي، خدي فلوس جيبي لها هديه، جيبي لها احلى هديه يعني. ها خدي بصي دول 1000 جنيه فكه. انا بكره عيد ميلادي عايزه معقوله؟ وانا كده عيد ميلاد بكره عايزه فلوس. عاجبك كده اهو، طمعت الجماهير فيك. وبعدين عيد ميلاد ايه اللي تديها 1000 جنيه؟ ليه؟ هتشتري صاحبتها ايه؟ عربيه؟ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Farida. Happy birthday to you. يا ياسمين على الهدية دي اقل حاجه يا فريده، البارك اوف بابي هو اللي اداني فلوس الهديه. طب ما انا كمان بابي ما بيرفضليش طلب. طبعا يا سيدي، وانت ابوك رجل اعمال هيرفض لك طلب ليه؟ طب ما انت كمان باباكي سفير، يعني اكيد بيجيب لك كل اللي نفسك فيه. طبعا يا تامر، هو سفير او انت ولا ايه؟ ما انا كمان بابي مدير شركة بترول. تخيلوا جايب لي ايه النهارده في عيد ميلادي؟ ايه؟ بلياتشو. بلياتشو؟ ليه يعني واحنا في سيرك؟ واي نوت يا ياسمين، دي هتبقى حفله اوريجينال يعني اصلي جدا. اوف كورس يا شهندة، ده احنا هننبسط اخر حاجة. الا صحيح يا ياسمين ما قلتلناش هو باباكي بيشتغل ايه؟ هو انتوا ما تعرفوش؟ لا، كل اللي نعرفه انه كان عنده زمان بازار. هو لسه عنده لغايه دلوقتي؟ لا بازار ايه، ده كان زمان قوي. هو دلوقتي غير نشاطه وبقى بيزنس مان كبير. بيزنس؟ اي نوع من البيزنس؟ ها؟ طب انا بقى مضطره امشي عشان بابايا قال لي ما تاخريش بره البيت. ما تبقيش خنيق، دي اهم فقره في الحفله، ده انت هتتبسطي قوي. يا ولاد البلياتشو. ها عرفتوا هتعملوا ايه؟ ما تكسفوناش النهارده. ايوه يا استاذ زولا، بس اهم حاجه الناس دي عامله بوفيه ولا لا؟ بوفيه ايه واحنا جايين نلعب؟ اهم حاجه نلاقي لقمه ناكلها. هناكل ما تقلقوش. جهزوا معايا معاك العده وانت معاك العده. أيوة. دلوقتي يا اولاد مع الفقره الاولى للبلياتشو. الفقره الاولى هي العصايه السحريه. هفرجكم دلوقتي على العصايه السحريه. العصايه السحريه دي عمكم البلياتشو بيخليها تطلع لفوق ويخليها تنزل لتحت. يلا جاهز يا ميزو؟ جاهز. دلوقتي العصايه موجوده تحت. بص هتطلع فوق ازاي. اطلعي يا عصايه، اطلعي طلعت فوق.
انزلي 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 نزلت تحت. ايه ودلوقتي مع الفقرة التانية مع الواد هيما العبيط لهبل. دلوقتي الواد هيما خد المنديل بتاعي وخباه، بس ما يقدرش يخبيه مني لان هقدر اطلع المنديل من بقه، والمنديل بيطلع اهو. بصوا المنديل، ايه ده منديل تاني، ايه ده منديل تالت، ايه ده منديل رابع، منديل خامس، كل دي مناديل كل دي مناديل كل دي مناديل. ايه دلوقتي الفقرة الثالثة وهي فقرة مهمة جدا. انتوا شايفين دلوقتي ان اهو دي فيها حاجة؟ لا. حد شايف حاجة في دي؟ اقوم حاطط الغطا بتاعها وقافل الغطا كويس ونشوف هيطلع منها ايه. ايه رايكم؟ ما تخافيش صعب عيد الميلاد تخاف؟ معقوله من اليمامه؟ معقوله؟ وكده اليمامه احنا طيرناها، وهنعمل دلوقتي فقره ثالثه مهمه جدا. فين صاحبه عيد الميلاد اللي خافت من اليمامه؟ تعالي مين تاني؟ تعالى تاني. عايزكم تعملوا مؤامره عليا ولا هيما، عايزكم تعملوا مؤامره من غير ما انا اخد بالي. انا دلوقتي مش واخد بالي. تفتكروا ممكن تعملوا فيا ايه؟ نعمل كده. ايه يا ياسمينة مالك؟ يعني يا بابا كل اللي حصل ده وجاي بتقولي مالك؟ ما انا مش فاهم ايه اللي حصل يعني. اصلك ما شفتش كل واحدة من صحباتي في الحفلة كانت بتتفشخر بباباها وبشغلته، تقوم انت يا بابا جاي وتبقى مسخرة الحفلة؟ مسخرة الحفلة؟ بصي يا ياسمين، يعني اي حد ممكن يشتغل اي شغلانة، ممكن اي حد ممكن يبقى دكتور، اي حد ممكن يبقى مهندس، بس مش اي حد ممكن يبقى بلياتشو. طب وانت بقى ليه يا بابا ما ذاكرتش واجتهدت زي ما بتقول وبقيت دكتور مثلا؟ بصي يا حبيبتي، في 100,000 دكتور في البلد، في 500,000 مهندس، بس في كام بلياتشو؟ وبعدين البلياتشو ده فنان. يا بابا البلياتشو ده ما اسموش فن. لا اسمه فن طبعا، اسمه فن. كان زمان الناس بيبصوا للفن ده ان هو حاجة مش كويسة، لكن وجهة نظر الناس اختلفت دلوقتي، ودلوقتي اما يبقى في فنان الناس بتبص له باحترام. ازاي بقى؟ طبعا لغايه دلوقتي ممكن يكونوا شايفين ان البلياتشو ده ما هواش فنان، لكن وجهه النظر دي انا هغيرها بعون الله. ازاي يعني؟ هغيرها ازاي دي بقى سيبيها عليا انا يا ياسمين. فاكره الاغنيه اللي انا كنت بغنيها انا وانت كنت بتحبيها قوي؟ الدنيا دي ايه فيها كام بلياتشو، الزمن ناتشو افحرقوا بجاز، الزمن ناتشو افحرقوا اهي قلبت شقلباز. الدنيا دي ايه فيها كام بلياتشو، الزمن ناتشو قفا حرقوا بجاز. قفا حرقوا بجاز ولا الزمن ناتشو قفا حرقوا بجاز؟ بالراحة على دماغي ايه اللي حصل يا معتز؟ ايه اللي حصل له؟ قدر ولطف يا مدام رانيا، الحمد لله لحقنا شدنا راسه من بق الاسد. ويا ريت على كده وبس، ده احنا لحقنا شدنا راسه من بق الاسد. متشكرين على الاضافه اللي انت اضفتها. دلوقتي راسه كانت بتعمل ايه ومحشوره في بق الاسد؟ مفيش، انا طلعوا عليا مره واحده كده اقول اسد وانا بقدم الفقره بتاعتي، قاعد الاسد يجري ورا كنت بقى جوه بقه. يا موكوس انت كبيرك تلعب مع السحالي، وصلت بيك الجرأه وقله الادب انك تتجرأ وتلعب مع الاسد؟ انا بلعب معاه، مش ناقصه طريقتك والنبي يا سناء، وانا كنت بلعب معاه، هم اللي طلعوا عليا. قال ايه الفقره دي هتضحك الاطفال؟ اطفال مين يا ابني؟ قلت لك بلاش الشغلانه دي، المره الجايه حجلنا اشلاء. اشلاء يا ماما؟ انا ما اقدرش اسيب الشغلانه دي يا ماما. يا سلوم، وليه بقى ما تقدرش تسيب الشغلانه دي يا سي عادل؟ عليا شرط جزائي بنص مليون جنيه. يا سلوم، وايه يعني نص مليون جنيه؟ ما تدفع لهم. هيدفعهم منين يعني يا مامي؟ خير يا جماعه، خير يا عادل. مين ده؟ ايه اللي حصل يا عادل؟ ده الاستاذ اللي كان عامل دور البلياتشو قبل ما انا اروح السيرك. اهلا وسهلا. شفت اللي حصل لي. طمني، ايه اللي حصل؟ اللي حصل مصيبه سودة، طلقوا عليا اسد، تخيل. طب وايه يعني؟ ما الفقره دي انا دايما كنت بعملها، تلاقيك انت استفزيت الاسد ولا قلت له نكته بايخه من نكتك. ولا لحقت استفز ولا اقول له اي نكت، ده يا دوبك لقيت الاسد داخل كده ورحت انا جريت، قاعد يجري ورايا كان عايز يعضني من حته كده يعني.
عشان كده بقى ما اقدرش اقولها، اطفال بيتفرجوا، رحت انا ايه بقى جاري جاري جاري، راح هو نط من فوق كده وخدني من دماغي، قطع من دماغي حته. معلش خلاص كل حاجه هتتحل ان شاء الله. تتحل ازاي حضرتك يعني؟ اصل هم اتصلوا بيا وانا في روسيا وقالوا لي تعالى وتعاقدوا معايا على نفس المبلغ اللي كنت باخده في روسيا. ايه ده؟ الخونه ازاي يعملوا كده ازاي؟ الظاهر عرفوا امتى بقى بعد ما جربوك ولقوك خسرتهم، ده سعر التذاكر نزل للنص. انت حضرتك دلوقتي يا استاذ يا بلياتشو يعني بالنسبه للشرط الجزائي الكبير قوي ده عادل هيدفعه منين؟ لا ما تحطوش الفكره دي في دماغكم خالص، هم عايزين يخلصوا منه النهارده قبل بكره ومش هيطالبوه باي شرط جزائي. سلام عليكم. السلام عليكم. ايه ده؟ ازاي؟ لا انا لا يمكن ابدا اسيب الشغل ده بسهوله، لا هشتغل يعني. هتشتغل ايه يا ابني؟ المرة دي طلعوك من بق الأسد، المرة الجاية هيطلعوك من بطنه. خلاص مش إشكال أشتغل يعني بلياتشو، أنا ممكن أشتغل مدرب أسود عشان أربي الأسد اللي كان عايز ياكلني ده. مفيش فايدة. طب مدرب تعابين عشان أخلي التعبان يعض الأسد. برضه مفيش فايدة. طب مدرب كلاب. لا فايدة. طب مدرب أقول لكم صحيح. طب مدرب أقول لكم كم راجل اتورط ودخل في جوازات، بيعيش ويتمرمط مع واحدة بالذات، ويا عيني على دولة اتدبس في دولة، أكيد لا دول مش مخلوقات، اتذل واتداين واتدب في قصار، هتفك مش باين دول ست ستات. طب والنعمة لو عنطر وفي وسطكوا سنطر، كان هيس وفيص ومات، ده مصيبته انه راجل وست ستات، ما انا راجل ومعايا ست ستات، راجل وست ستات، ما انا راجل ومعايا ست ستات. راجل وست ستات، ما انا راجل